ظبطت الدنيا بقى، وورد هنا وشمع هناك وريحه مش عارف ايه، وعبد الباسط حموده بيغني الاغنيه اللي الناس كلها بتحبها، والجو هادي خالص وبتاع، وبص حاجه تخلي الحديد يفل. انا انبسطت صراحه، حلها ومالها وبيض الرأس هنا وبيض الرأس هناك، والدنيا مقلوبة يا فندم. سبتها وجريت على المطبخ بفتح التلاجة. ازيكم؟ وصلنا سؤال على صراحة من أختي فاضلة بتقول أنا متجوزة من 2 سنين ومش بستمتع مع زوجي خالص، ومفيش مرة وصلت للأورجازم، فما كنتش عارفة ايه المشكلة. وبالصدفة كنت رايحة عند شيخ مع حد من قرايبي، وأول ما شافني قال لي انت عليكي جن عاشق وهو اللي مبوظ حياتك. فهل فعلا ممكن يكون ده السبب اللي مأثر عليا في العلاقة مع زوجي ولا لا؟ كويس ان انت سألتيني، لاني مريت بتجربة مريرة مع جنية عاشقة. انا كنت فرحان بنفسي بقى ولسه عريس جديد ومبسوط وبتاع، وبخش في الحمام اغني، كل ما اخش الحمام اغني. فمرة من دول وقعت وانا بغني في الحمام، حسيت ان في حاجة غريبة حصلت لي وجسمي اترعش كده وعديت اليوم. تاني يوم بقى دخل انا ومراتي نعمل ايه زي الازواج ما بيعملوا، فلسه جاي اقرب لمراتي لقيت نفسي عايز اكل بطيخ. ايوه زي ما سمعتي كده، انا حسيت ان انا عايز اكل بطيخ. فسبت مراتي بقى اللي هي مجهزه نفسها وعادله نفسها وعادله كل حاجه، وجريت مش مشيت، جريت على المطبخ، فتحت التلاجة طلعت البطيخه، قطعت البطيخه وقعدت اكل بطيخ. ومراتي بقى مفكراني ان في حاجه في يعني فمستنياني ارجع، ما برجعش. جت المطبخ لقيتني قاعد باكل بطيخ، قالت لي بقى يا راجل تسيب مراتك مستنياك وتقعد تاكل بطيخ؟ قلت لها بص يلا البطيخ، انا بحب البطيخ، فما معلش بقى ما تحطيش نفسك وتقولي انا البطيخ والكلام من ده عشان هتخسري، انا بحب البطيخ. المشكله بعد ما باكل البطيخ بقى هتلاقي نفسي ايه، مش عايز اي حاجه من الدنيا بقى، لا عايز نسوان ولا فلوس ولا عيال ولا عايز، انا كده بقيت في محراب البطيخ، مش عايز حاجه تانية من الدنيا. المهم عدينا الليله بخناق وزعل وبتاع، وتاني يوم بقى جايين نظبط الليله، ولسه جايين نقول يا فتاح يا عليم، هتلاقي نفسي عايز اكل بطيخ. جريت على التلاجة اطلع البطيخة، كان نص البطيخة بقى بتاع اللي زي من امبارح، مسكته قطعته وقشرته وقعدت اكل. مراتي جت بقى صوتت انت فيه يا عم، انت متجوزين راجل اللي... قلت لها بصي ارجوكي سيبيني مع البطيخ في حالي. كلمة من هنا كلمة من هنا شدينا من بعض، فهي سابتني ومشيت، وانا قعدت اكل ايه في البطيخ. بعد البطيخ هتلاقي نفسي ايه، مش عايز حاجة من الدنيا. رحت لواحد شيخ برضو، قلت له يا عم الشيخ الحوار، قال لي، حط ايده على صدري كده، حط ايده على صدري كده وقال لي انت عليك جنية عاشقة، وواضح ان هي متعلقة بيك جدا، وخليك حذر وما تزعلهاش. فانا قلت له ما فيش مشكلة، انا ما بحبش ازعل حد في حاجة، وهي حبيبتنا يعني مش هتخسر، احنا يعني عندنا انسية، يبقى عندنا جنية وانسية، يعني يبقى برضو التغيير يعني كويس. تاني يوم بقى زي ما انت متوقع بالظبط وزي ما انت متوقعة، مراتي راحت فتحت التلاجة، كان في بطيخة اللي هي زي ده من امبارح، قامت واكلاها. ويعني ايه اخبط دماغك في الحيطه بقى، وريني بقى انا ولا البطيخ. فما فيش مشكله، انا ما عرفتش بقى، انا ما اعرفش حاجه دلوقتي، يعني انت عارف بس انا ما كنتش اعرف. تخيل انت عارف اكتر مني. فالمهم انا رحت بقى ايه في الليله دي بقى، مراتي بقى ظبطت الدنيا بقى، وورد هنا وشمع هناك وريحه مش عارف ايه، وعبد الباسط حموده بيغني الاغنيه اللي الناس كلها بتحبها، والجو هادي خالص وبتاع، وبص حاجه تخلي الحديد يفل. انا انبسطت صراحه، قلت والله لو بطيخ بص جاي لي من اندونيسيا، انا ما بحبش البطيخ بتاع اندونيسيا. ظبطنا وجايين نخش في الجد بقى يا معلم، لقيت بقى يا معلم لقيت نفسي عايز اكل بطيخ بالظبط زي ما انت متوقع، عايز اكل بطيخ. سبت الست في حالها ومالها وبيض الرأس هنا وبيض الرأس هناك، والدنيا مقلوبة يا فندم. سبتها وجريت على المطبخ بفتح التلاجة، لقيت في بطيخ في التلاجة. فانا استغربت، انا ما كنتش اعرف، انت عارف ان مراتي كلت البطيخه بس انا ما كنتش اعرف. فانا مراتي لسه سايبه بطيخ، هي الست دي مالها يا جدعان، المفروض كانت هي خلصت الموضوع يعني وكده. فانا قمت مطلع البطيخه يا معلم وقطع البطيخ وكل. مراتي جت شافتني باكل بطيخ، قامت رقع بالصوت وكمان جايب بطيخ وسايبني، يعني انت شاري البطيخ ومخبيه؟ قلت لها والله يا ستي ما اشتريت البطيخ، ده هي الجنيه صاحبتنا. قالت لابوك على ابو الجنيه على ابو اللي يقعد في البيت، وقام ساب الايه البيت وماشي. المهم قعدت انا اكلت البطيخ، ما اهتمتش، تمشي يا معلم البطيخ اهم حاجه. قعدت كلت البطيخ وظبطت الدنيا وكله تمام الحمد لله. نمت ليله حلوه كده، والصبح بقى ايه زي ما تقول فقت بقى، فقت
بطيخ يا معلم انت تخرب بيتك عشان شويه بطيخ. قمت واخد بعض جري رايح مصالح مراتي وجايبها. قلت لها يا ستي والله العظيم ما اشتريت بطيخ، انا فتحت الثلاجه لقيت البطيخ. عدينا على شيخ بقى واحنا جايين، يا عم الشيخ حكايه الحكايه كذا كذا. قال لي بص يا معلم اغسلوا الثلاجه دي، انت بتحب البطيخ سخن ولا سقعان؟ قلت له يا عم سقعان، ما بحبش البطيخ الا سقعان. قال لي خلاص بص يا ست الكل، اغسلي الثلاجه خالص واقفليها ومش وفضيها خالص وشيل الفيشه من الثلاجه. فرحنا عملنا كده وتمام. جينا الليله دي بقى ايه، مراتي بقى ايه برضو مش عاطيني امان، ما ظبطتش حاجه بقى، لا عبصت حموده ولا اي حاجه، سابت الموضوع كده ايه على الرايق كده يعني، على خفيف خفيف يعني. فانا رايح بقى اظبط يا معلم، لقيت نفسي عايز اكل بطيخ. انا طولت عليك تقريبا، دي اخر مره اكل بطيخ، بس اصبر انا عايز اعرفك المعاناه اللي انا عشت فيها. فدي اخر، مش عارف دي اخر ولا لا، بس مش عايز احرق لك البطيخه. المهم رحت، طبعا انا عارف الثلاجه ايه بتاع مفصول، الكهرباء مفصوله، وانا ما باكلش بطيخ سخن وما اعرفش مين اللي بياكل بطيخ سخن. لقيت على ترابيزه المطبخ طبق بطيخ متقطع وما فيهوش بذر. انت عارف البطيخ اللي كلته ده كله ما قلتلكش ما كانش فيه ولا بذر زي البطيخ بتاع امريكا هنا. يعني هنا انت عارف في امريكا هنا البطيخ ما فيهوش بذر، ممنوع، الحاجات دي فيها امن دوله. فانا البطيخ ده من غير بذر. وانت تقول لي نقطه ضعفك ايه بقى في حياتك، اقول لك البطيخ من غير بذر. المهم لقيت البطيخ متقطع ومحطوط. فمراتي كانت بقى ايه، مراتي بقى في اللحظه دي بقى ايه، فهمت، قالت يبقى في حاجه غلط. شوف بعد ده كله انت فهمت وهي لسه ما فهمتش. طولت عليك، فاضل كام دقيقه خلاص خلصنا، قربنا نخلص، هحكي لك اكمل لك القصه. انا في الحاله دي بقى بدات بيني وبينك يعني احس هو بطيخ بطني ماعد بقى، عايزين حاجه نضيفه. فانا كان نفسي في صينيه بطاطس محمره باللحمه. فانا كل يوم اخش الحمام واخد شاور واقول ايه، انا بحب البطاطس، يا رب صينيه بطاطس ايه، عشان ايه، فاهمني انت، برسل ايه الجنيه العشقه. وقع يعني ايه، اقول انا بحب البطاطس واقوم واقع. انت فاهم يعني ايه، انا بحب البطاطس واقوم ايه واقع على وشي، علشان ايه تلبسني بقى ونخش على البطاطس. موضوع البطيخ ده صراحه مايع قوي. انا بحب البطيخ عشان البطيخ ما يزعلش، عشان لو في حد من هواة البطيخ ما لا، بس برضو صينيه البطاطس برضو انا بحب صينيه البطاطس. انا تقول لي تحب ايه، اقول بعد البطيخ اقول لك صينيه البطاطس المحمره. فانا قعدت يومين ثلاثه اقول انا بحب بحب البطاطس إيه يا سلام لو صينيه بطاطس، وانا ماشي كده لوحدي. فجينا بقى صالحت انا ومراتي وجايين بقى نظبط الليله بقى وخلاص ان شاء الله الدنيا تمام. لسه جاي اقرب لها تمام، هتلاقي نفسي ايه بقول انا عايز بطيخ. انا اول ما لقيت نفسي عايز البطيخ بقى جالي احباط. قلت الجن العاشق على اللي جاب العاشقين على، هو يا جدعان هو انتوا ما عندكم، هي النسوان دي ما بتريحش حد، لا جن ولا انس. هو يعني طب احنا قلنا الجن بقى يبقوا حد بتفهم كده وتراحي الراجل عايز ايه. حتى الستات بتوع نجيب ستات من المريخ يا جدعان، ما ينفعش. يا ست الجنيه العشقه يا ستي، ما ينفعش، ده مش اكل عيش ده. يعني امتى الواحد يلاقي ست تسمع كلامه، لا جن ولا انس يا جماعه كفايه. المهم رحت المطبخ لقيت البطيخ، فانا قلت والله العظيم طلاق بالثلاثه من الجنيه، مش من مراتي طبعا، طلاق بالثلاثه منك يا جنيه، ما انا واكل الايه البطيخ ده. وقمت جاي شايل البطيخ رميه في الزباله قدامها. هي كده تكون شايفه، ما انت في ست بيخفى عنها حاجه، وست جنيه كمان يعني، انت بس بتهزر زمانها عارفه انا اصلا بعمل ايه دلوقتي. ولما عملت كده بقى معلم لقيت مراتي بتندهلي بتقول لي تعالى عايزاك. قلت لها خير في ايه، انا ماليش مزاج دلوقتي بعيد عني، لا جن ولا انس. قالت لا اقعد على السرير انا خليك 5 دقايق. وسابتني وطلعت، وشويه ولقيتها ايه بتنده عليها في المطبخ تاني. قلت لها وانت تروح تنده عليا هنا، هو انا يا جدعان ما حدش بيحترمني في البلد دي، وفي ايه يا جدعان. رحت المطبخ لقيتها عامله لي حته صينيه بطاطس باللحمه ومتحمره بقى، والوش عارف البطاطس اللي هي نصها ايه بحمر والنص التاني مش عارف ايه. انا في اللحظه دي بقى قلت والله العظيم بص انا عندي الانسيه ده ايه احلى من 100 عشقه جنيه عشقه صراحه. يعني انت اشتري مني، انا والله قلت كده، قلت هي ديت مرات ام عيالي. فانا من هنا بقى بقول لك يا ست الكل يا اختنا العزيزه، والله ما في حاجه اسمها جنيه عاشقه ولا جن عاشق، ده كلام متخلف جدا. وانا ما اقصدش ان انا اقول عليكي حاجه، لا والله، ما يعني الفكره متخلفه والكلام ده متخلف. انت ست كويسه وكل حاجه، بس ما فيش حاجه اسمها جن عاشق.
والراجل الشيخ اللي انت رحت له ده هو غالبا مش شيخ، هو دجال ابن حرام، وامه ست مش كويسه، ان هي ما عرفتش تربي انسان محترم، فربت واحد فاسق زي ده. هو انت لما رحت عنده يا اما الست اللي واخداكي وقصده كده، وقصده تعمل فيكي حاجه مش كويسه، يا اما مش حاجه مش كويسه عمل وبتاع وكلام فاضي، لا ده برضو ده نفس التخلف. انا اقصد ان هي عايزه تحطك مع الراجل ده في حاجه. وانت لما تعرفي ان انت عندك جن عاشق، هتروحي البيت وتفكري وتقولي فعلا ده جوزي امبارح شتمني وانا وقعت الحله اول امبارح مش عارف منين، ففعلا انا عليا جن عاشق. وهتاخدي بعضك لوحدك وهتروحي للراجل ده وتقولي له ايه الحل. فهو اصلا شايفك من الاول مزه وحد كده، فقال لك انا الست دي تلزمني، فانت هتلف لفتك وترجعي له. وعايز اطلع الجن العاشق يا عم الشيخ، وعم الشيخ بقى يطلع الجن العاشق ده منين؟ هو الجن العاشق بيقعد فين؟ ولازم يطلعه بايديه. انت فريسه لواحد امه مش كويسه وماشيه بطال عشان جابته يعمل في الناس كده. لا بلاش ماشيه بطال دي، فارجوكي ما تصدقيش الكلام الفارغ ده. ده قمه التخلف، قمه التخلف وقمه الجهل. لا في جن عاشق ولا في جن عاشق. ومشكلتك مع زوجك حلها بيكون بسيط جدا، ان الراجل يتعلم ازاي يلاعب مراته، يداعب مراته، ويعرف يفك شفرتها ويعرف مفاتيحها فين. والموضوع سهل وبسيط، لا محتاج تروح الشيخ ولا تروح الدجال. او على الاقل خليه يتفرج على الفيديوهات عندنا في القناة، ربما هيلاقي حاجة يستفيد منها ويعرف يوصل لمفاتيحك. واوعك تروحي للراجل الدجال ده. واتمنى لك حياة سعيدة مع زوجك، واتمنى ان هو قريبا يعرف يفك الشفرة وتعيشوا في هناء وسعادة. وانا هروح بقى اشوف البطيخ. والله عندي بطيخ وما فيهوش بذر، بس انا اللي شاريه مش الجنيه.